بيحصل حاجات زي الاستريتش ماركس او التفتحات دي. التفتحات دي ليها طرق علاج كتير، منها الليزر. انتي بتدي فيتامينز عشان تحسني الكواليتي بتاعه الجلد، مش هتحسني مثلا. اصل هي بتبقى عباره عن ايه مثلا الترهل او استريتش ماركس؟ ان الجلد عندي زي القماشه والقماشه اتقطعت، فانتي محتاجه حاجه فيها كولاجين، تاخدي حاجات كولاجين تحسن لك الالاستيستي بتاعه الجلد، تحفزي الكولاجين اللي في جسمك ان هو يطلع. مينلي لازم ابقى عارفه المشكله ايه عشان على اساسها هقدر اعالجها. فلما بيحصل ستريتش ماركس ان الالاستين والحاجات دي كلها قلت، ربنا خلق لنا الجلد فيه درجه الاستيسيتي، فلما بتقل انا محتاجه حاجه تعزز الترطيب ده زي الكولاجين، فباخد حاجات بيبقى فيها كولاجين، وده مهم جدا من بعد ال30 على فكره. مينلي بيتكتب كمان للعظام، يعني الناس اللي عندها مشكله في المفاصل لما بياخدوا سيستمك كولاجين بيحسن كتير قوي من اداء العضلات، والحركه بتاعتهم بتبقى احسن. طبعا هو مش هو الاساسي، بس كعامل مكمل لا، انت بتحسي اوفر اول بعد شهر شهرين ان الدنيا بقت احسن. الجلد، الشعر، الضوافر بيفرقوا كتير جدا لما باخد سيستمك كولاجين. يعني انا عشان اشوف نتيجه لاي حاجه سيستمك مش اقل من شهرين.